والحقيقة المصيبة في ايه؟ إن الفتن لما بتنزل بتاخد الصالح مع الطالح إن لم ينكر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني الفتنة لما بتنزل والعذاب لما بينزل ما بينزلش بس على الوحشين، لا بينزل على الوحشين والحلوين، والكل يبعث على نياته. لكن في النهاية إن إحنا مجتمع واحد وسفينة واحدة، والسفينة ديت لو حد خرم فيها خرم صغير كده هنغرق كلنا. يبقى إحنا لما بنأمر بالمعروف يا جماعة وبننهى عن المنكر، ولكن بأسلوب جميل وبرحمة وبأسلوب بسيط كده وفي رقة وفي رحمة، يعني إحنا كده بننقذ مجتمعنا المسلم وبنخاف على بلاد المسلمين. يبقى إحنا كده بنحب بلدنا أكتر من اللي بيدعوا الوطنية وهم قائمين على المعاصي وبيدعوا الناس للمعاصي. لا، يبقى أنا النهارده لما أدعو الناس للطاعة أفضل من فنان طالع عمال بينشر الفساد وبيقول نحن ندعو للوحدة الوطنية وبندعو للحفاظ على البلد. إذا كنت أنت بتدمر البلد يبقى كيف تدعو للحفاظ على البلد؟ لا، اللي زينا بقى هو اللي بيدعو للحفاظ على البلد. إحنا اللي بنحب بلدنا وبنحافظ عليها بجد، ولا أتهم أحدا، لكن بقول يا جماعة إن اللي بيحب بلده بجد يبقى عايز أهل بلده كلهم يحبوا ربنا، بيطيعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، بيحافظوا على بلدنا. أنا عايز أقول النهارده ان احنا كدعاة والله الذي لا اله غيره، انا انتظر اشاره من اي مسؤول في مصر يامرني امر كده، يقول لي عايزين الشباب ينزلوا ينظفوا شوارع مصر، اكون اول واحد انزل انظف معهم. عايزين الشباب ينزلوا يعمروا مدينة كذا في مصر، ننزل، بس مش هقدر اجي كل يوم، يعني مو بره يوم واحد وخلاص، يوم الافتتاح يعني. وعايزين نعمر مصر، ننزل نعمر. عايزين نعمل اي خدمة مش لمصر وبس يا جماعة، لمصر وكل بلاد المسلمين. كل بلاد المسلمين دول حبايبنا وعلى راسنا يا جماعة. يعني شوفوا، سيبكم بقى من حتة بقى النعرات ودي بلد كذا، الحدود دي ما جعلها الا الاستعمار. ويا فرحة اليهود فينا لما يطلعوا النهاردة ويحتفلوا في القناة العاشرة اليهودية بالواقعة التي حدثت ما بين مصر وما بين شقيقتها بلد الجزائر. سبحان الله، بصرف النظر قلة قليلة من الجزائر وعملوا اللي عملوه في السودان. طبعا اوعى حد يحمل السودان يا جماعة أي حاجة يا جماعة. السودان يعني بلد والله يعني من أحب البلاد إلى قلوبنا، بلد شقيقة بجد. وأهل السودان دول أنا بسميهم والله الذي لا إله غيره، ورأيت ذلك بعيني، بسمي أهل السودان دول أهل الوفاء، ناس أوفياء وطيبين وعملوا اللي قدروا عليه، إمكانياتهم كده. لكن هم كانوا ليس في نيتهم ان هم يسمحوا باي اعتداءات على اخواننا المصريين ولا اي حاجه. مصر فوق راسنا وفوق راس الجميع، والسودان فوق راسنا، والجزائر فوق راسنا، وكل بلاد المسلمين فوق راسنا، كلهم حبايبنا يا جماعه. لو حصل ان قله من اي بلد اعتدت على قله من بلدنا ومن اي بلد نغلطهم ونطالب المسؤولين لازم يطلعوا يعتذروا ويردوا الحق لاهل بلدنا. لكن في نفس الوقت ده لا يدعونا يا جماعه الخير يا حبايب قلبي، لا يدعونا ان احنا يبقى في تفرقه وده يسب ده وده يسب ده ونصعد الموضوع. يا جماعة دي شغلانة ناس سياسيين، يطلع رئيس الدولة هنا ورئيس الدولة هنا ويتفاهموا مع بعض والأمور تتحل، يطلع وزير من هنا ووزير من هنا وتتحل المشكلة. مش هطلع أنا بقى وأنت ونقعد ده يسب وده يسب وده يشتم ويطلع على النت يسبوا بعض. يا فرحة اليهود فينا، ده اليهود طالعين على القناة العاشرة يا مسلمين وانتبهوا، طالعين بيقولوا نريد المزيد من أهل مصر والجزائر، عايزين نشوف فضائح أكتر من كده. تخيلوا اليهود. وعلى فكرة أكاد أن أقسم بالله ان اللي حصل ده فعل من اليهود، يعني مكيدة من اليهود. خد بالك، ما اليهود موجودين في كل بلد، في ناس يهود موجودين في كل بلد، حتى في الجزائر وفي مصر وفي كل حتة في يهود مدسوسين وسطنا بيدبروا وبينخوروا عشان يخربوا الأمة وعشان ننسى قضية المسجد الأقصى. يوم ملبسك في ماتش، خد بالك ان المسجد الأقصى معين بيخربوا فيه، طب تنسى القضية دي ازاي؟ اشغلهم بقضية تانية، كورة وماتش وحصل. طب يعني أسأل سؤال، الجزائر فازت، هل الجزائر هتاخد كاس العالم؟ ما اعتقدش، واخد بالك؟ هتخش وهتجتهد، ربنا ينصرهم يا رب ويكرمهم. لكن هل هتاخد كاس العالم؟ طبعا لا. طب لو مصر دخلت هل كانت هتاخد كاس العالم؟ برضه لا. هو كبرنا ايه يعني؟ بنخش تشريف كده في كاس العالم وبنوصل، كبرنا قوي لدور ال16، واخد بال حضرتك، بنقول ما احنا مش فاضيين، سلام عليكم وبنمشي. انما ان احنا نكمل ونوصل للدور النهائي يعني ربنا يكرمه يا رب العالمين، وبنتمنى الخير والله لكل بلاد المسلمين في كل المجالات. لكن قصدت اذا كنت انت اصلا عارف انك لا هتاخد كاس عالم ولا التانيين هياخدوا كاس العالم، يبقى عشان ماتش وعشان كوره بلاد تتفرق ومسلمين يحصل ما بينهم عداوات يا جماعة الخير، مدوا ايديكم لبعض وحبوا بعض، ومش الكوره اللي تفرقنا ولا الدنيا كلها والله تفرقنا. عايز اقول كلمه واحده،
يا حبايبي في مصر وفي الجزائر وفي السودان وفي كل مكان، لو ان النبي الان ما بيننا وشاف الوضع ده، يا ترى هيرضى ولا مش هيرضى؟ يا ترى هيحزن ولا مش هيحزن؟ اكيد هيقول بقى هم دول المسلمين اللي انا تعبت علشان اوصل لهم الدين 23 سنه عذاب وفرقه وطرد من بلدي وتعذيب و9 مؤامرات تدبر لقتلي و كل ده عشان خاطر تبقوا انتم مسلمين، وفي النهايه يحصل كده. الشيطان يئس أن نشرك بالله سبحانه وتعالى، لكنه يسعى للتحريش ما بيننا، انه ده يضرب في ده وده يخبط في ده وده. وانا لا اقول هذا الراي يعني انكارا لاي راي اخر، لكن انا ارى يا جماعه ان الامه محتاجه انها تتوحد. يا جماعه يا مسلمين محتاجين نتوحد عشان نشوف قضيه المسجد الاقصى، محتاجين نتوحد عشان نشوف الانتهاكات التي ترتكب في بلاد المسلمين، محتاجين ان احنا نتوحد عشان نعمر بلاد المسلمين مش نخرب بلاد المسلمين، محتاجين ان احنا نغرس شجره في مصر وفي الجزائر وفي السودان وفي السعوديه وفي الامارات وفي سوريا وفي كل بلاد العالم. محتاجين ان احنا ننمي بلاد المسلمين عشان نكيد اليهود، اللي هم بيسعوا ليل ونهار لهدم بلاد المسلمين والاصول الدين الاسلامي. اخويا وحبيبي انتبه، ففي ضوء احمر كبير جدا لازم ناخد بالنا حبايبي. ربنا يبارك فيكم يا رب.